بحضور جمال والطالب ونادير وجوه جديدة في قائمة أسود الأطلس، واستمرار غياب زياش يرجعه الركراكي إلى مستواها المتراجع. أعلن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عن القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي النيجر وتنزانيا يومي 17 و24 مارس ضمن التصفية الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وكما كان متوقعا شهدت اللائحة بعض التعديلات المهمة سواء من حيث الأسماء الجديدة والغيابات البارزة، في خطوة تعكس رغبة الناخب الوطني في اختبار خيارات جديدة وضخ دماء شابة في صفوف أسود الأطلس. اللائحة شهدت انضمام 4 أسماء جديدة لم يسبق لها حمل قميص المنتخب الأول، ويتعلق الأمر بعمر الهلالي لاعب إسبانيول الإسباني، وبلال نادير لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وشمس الدين الطالبي لاعب كلوب بروج البلجيكي، بالإضافة إلى حمزة إيجامان مهاجم رينجرز الاسكتلندي.